ليه ناس بتجيلها البانيك وناس بتعدي معاها بسلام؟ اشرب ميه بدرجه كافيه. ليه زادت حالات القلق عند الناس الكبيرة وحتى كمان عند الأطفال والمراهقين؟ ما تنسوش ان ولادنا حالتهم النفسيه مرآة لحالتنا احنا النفسيه. أهلا بيكم في حلقة جديدة من بودكاست يوميات نفسية، المساحة اللي بنقرب فيها من نفسنا ونسأل الأسئلة اللي بجد تهمنا. النهاردة معانا ضيف مش عادي، قيمة علمية وإنسانية كبيرة، اسمه دايما بيجي مرتبط بالفهم والرؤية المتوازنة والاتزان. ضيفنا هو الأستاذ الدكتور هشام رامي. دكتور هشام رامي هو أستاذ الطب النفسي بقسم طب الأعصاب والنفسية بكلية الطب جامعة عين شمس. بيشغل منصب رئيس قسم الطب النفسي للأطفال والمراهقين بمستشفياتها، بالإضافة لدوره الأكاديمي. دكتور هشام هو مدير مركز الطب النفسي الثقافي التحويلي في نفس الجامعة، كمان هو الأمين العام للجمعية المصرية للطب النفسي. نشر أكتر من 30 بحث علمي في مجلات دولية، حصل على جوائز دولية ومحلية تقديرا على أبحاثه العلمية المتميزة، ومنها جائزة عكاشة لأفضل بحث. هو كمان رئيس تحرير مجلة الطب النفسي العربي، وعضو في المجلس العربي التحريري لمجلة الشرق الأوسط للطب النفسي. في حلقة النهاردة دكتور هشام رامي هيشاركنا خبراته عن الاكتئاب والقلق، وهيقدم نصائح عملية عن التعامل مع الحالات دي بشكل علمي وسليم. أهلا بحضرتك دكتور هشام معانا. اهلا بحضرتك واهلا منور. بالساده المشاهدين كلهم. ربنا يخليك يا رب. في البداية عايزين نعرف من حضرتك في الفترة الأخيرة ليه زادت حالات القلق عند الناس الكبيرة وحتى كمان عند الأطفال والمراهقين؟ كويس، يبقى اول حاجه لازم نعرف حاجه مهمه جدا لكل مستمعينا ومشاهدينا، ان الشعور بالقلق او الخوف ده شعور طبيعي. كلنا في وقت من حياتنا شعرنا بالقلق او شعرنا بالتوتر او شعرنا بالخوف، وده حاجه آلية ميكانيزميه خلقها ربنا فينا عشان تحمينا من المخاطر وتجعلنا دايما مستعدين لبذل جهد اكتر. كلنا قبل امتحاناتنا بتفرز ماده اسمها الادرينالين، الماده دي بتحفز جسمنا على الاستذكار والانتباه والتركيز، وإنه يؤدي أداءً جيدًا داخل الامتحانات. متى تبدأ المشكلة؟ لو إفراز هذه المادة والشعور بالقلق والخوف تعدى المعدل الطبيعي، هنا بدل ما هو بيحفزنا بقى بيأخرنا عن القيام بأعمالنا، عن التركيز، عن المواجهة، عن الكلام مع الآخرين، وفي بعض الأوقات بيؤدي إلى أعراض جسمانية بتزيد من حدة التوتر. كلنا عارفين الناس اللي بتتوتر إيده بترعش، ممكن صحيح. ضربات قلبه تبقى سريعة، ممكن يبتدي يعرق. بعض الناس قلقهم بيزيد بقى بسبب تلك الأعراض، لإنه بيقولوا إن هي نذير شيء وِحِش هيحصل. دي اللي احنا بيقولوا عليها نوبات الهلع أو البانيك أتاك. بالضبط يا فندم، هي هل يا بنسميها دكتور الخوف البانيك من الخوف نفسه. صحيح، هل البانيك أتاك دي ممكن الأطفال الصغيرين يصابوا منها؟ الحقيقة إحنا اكتشفنا إن في أي مرحلة عمرية ممكن الواحد يصاب بالpanic دي، أو ما يطلق عليها نوبات الهلع أو الفزع. إمم. هي أقل في الأطفال، وأقل جدًا في السن الكبير، ودي حاجة من رحمة ربنا علينا، إن في الفروق السنية الكبيرة اللي هي دي زي الصغيرين أو الكبار أوي، ما بتحصلش بنفس المعدل اللي بتحصل بقى في صغار السن أو ما يطلق عليهم الشباب والمراهقين، هم دول أكتر فئة مُعرّضة لتلك الأشياء. صحيح، هي وإحنا بتظهر أكتر. صغيرين لسه مش خايفين أوي من الأعراض دي، لإن إحنا مش فاهمين إن الأعراض دي ممكن تكون بداية لشيء وِحِش. إمم. ولمّا بنبقى كبرنا في السن، من كتر ما مرّينا في حياتنا، فبقت الأعراض دي برضه إحنا عارفين إن مش معناها حاجة وِحشة. إمم. ولكن المرحلة اللي في الوسط دي بتاعة المراهق والشاب وصغار البشر، دي أكتر مرحلة بيحصل فيها نوبات الهلع دي. طب نعمل إيه يا دكتور في المرحلة دي، أو في البانيك لمّا بتيجي دي، البانيك دي الناس بتيجي تقول إن أنا كنت حاسة إن أنا قلبي هيقف، كنت هاموت فعلًا، بيحسوا فعلًا إن هُم بيموتوا. ده حقيقي. وحضرتك حُطّي نفسِك مكان هذا الشخص. مرة واحدة بقت ضربات قلبِك سريعة جدًا، إمم. إحساس بإن أنا مش عارف آخُد نَفَسي، إحساس إن أنا مزغلل أو مش عارف أو هادوخ أو هاقع، فأكيد ده بيصيبني بالفزع. طبعًا. ولكن يجب عليّا إن أنا في هذه اللحظة لو هي أول مرّة تحصل لي في حياتي، إني باتوجّه إلى المستشفى أو الطبيب اللي هو إيه، بيفهم في الكلام ده. إمم. بعد ما بنعمل تحاليلنا، بعد ما نعمل كشوفاتنا ونكتشف إن كل شيء سليم، لو النوبة دي رجعت تاني ولسه بتخوّفنا، هنا إحنا أصبحنا إيه، بنعاني مما يطلق عليها اضطراب الهلع أو نوبات القلق المُبالغ فيه. يعني إحنا أول step المفترض إن أنا لازم، أروح لدكتور أو لازم، مستشفى، لازم. مش نَفْسي. بالضبط، عشان أتطمن وأعرف إن الأعراض دي جميع أعضاء جسمي سليمة. إمم. لو جات بعد كده تاني وأصابتني بالفزع أو بالهلع، أنا هنا بقى محتاج أروح لطبيب نفسي أو معالج نفسي يتعامل معاه. حضرتك تقصد إن حضرتك قُلت في البداية إن اللي بيحصل ده بسبب
إن في يعني إفراز هرمونز معيّنة بتخلّينا نشعر بالقلق الشديد، يعني ده ما لوش بس ده بيزيد زي ما حضرتك قُلت مع الstress مع الامتحانات، مع الضغوط، مع إن أنا داخلة على حاجة، ده بيزوّد الدنيا دي شوية. دي المثيرات الطبيعية لإفراز تلك المادة الربانية اللي ربنا خالقها جوانا عشان تدينا طاقة لمواجهة الاسترس. ليه ناس بتيجي لها الpanic وناس بتعدّي معاها بسلام. لو الإفراز تلك المادة تعدى المعدل الطبيعي فتبقى الأعراض أصبحت أكثر شدة، وأصبحت ده أنا عندي بانيك أو ما يطلق عليها أعراض التوتر والقلق المبالغ فيها. إمم. أو لو أنا جهازي العصبي حساس جدا ولا يتحمل تأثير تلك المادة. يعني بعض الناس في حاجة احنا بنسميها صلابة الجهاز العصبي أو ما نطلق عليها ريزيلينس أو مرونة الجهاز العصبي، صحيح. قدرته على التحمل والارتداد إلى الطبيعة بتاعته. إمم. بعض الناس وراثيا أو جينيا تكوين جهازهم العصبي بيخليهم أكثر حساسية وأكثر استجابة حتى الكمية قليلة من المادة دي، إمم. فتخليني استجابتي مبالغ فيها. عارف حضرتك الأطفال الصغيرين يقول لك ده بيتخض بسرعة مختلف عن إخواته؟ صحيح. هم دول الناس اللي عندهم الجهاز العصبي أكثر حساسية وأكثر استجابة للمؤثرات الداخلية أو الخارجية. طب إحنا الناس دي المفروض بيبقى حلّها إيه؟ يعني إحنا دلوقتي بنتدخّل دوائيًا على طول والّا بنشتغل الأول psychotherapy والّا بتبقى إيه طبعًا على حسب درجة الألم والمعاناة والإعاقة التي يعاني منها الشخص. إمم. في الأعم إحنا بنقول إن إحنا بنحاول نقوي متانة جهازنا العصبي ونخليه أكثر صلابة وأكثر مرونة وأكثر قدرة على التعامل مع الضغوط. دي بتأتي بأشياء بعضها إحنا بنسميه سلوك صحي طبيعي، زي مثلًا بنشجع الناس على شرب السوائل. إمم. إحنا عارفين دلوقتي بعد يعني دراسات على مدار الأعوام إن الجهاز العصبي والجلد منشأهم واحد. يعني وإحنا بنتكوّن كجنين أو كطفل أو كحاجة صغيرة داخل الرحم، المنشأ واحد، الاتنين جايين من حاجة اسمها ectoderm. إحنا عارفين دلوقتي إن خلايا الجلد عشان تبقى كويسة محتاجة إن أنا دايمًا أبقى إيه، شارب سوائل بكمية كافية، بنسميها إن خلايا الجلد تبقى hydrated. بما إن منشأ خلايا الجهاز العصبي هو نفس منشأ خلايا الجلد، يبقى الجهاز العصبي عشان يعمل بكفاءة ويستطيع التعامل مع ضغوط الحياة، يجب أن يكون إحنا بنسميها hydrated أو ممتلئ بالمياه بدرجة كافية. إمم. فدي أول نصيحة مخلصة بنقولها لكل الناس، اشرب مَيّة بدرجة كافية. أعرف منين بقى إن أنا شربت مَيّة كفاية أو إمم. إن أنا دلوقتي فعلًا hydrated؟ رقم 1 شربي للمَيّة لا يقل عن 2 لتر يوميًا. إمم. الحاجة التانية لمّا أدخل الحمام ألاقي إن المَيّة اللي نازلة مني لونها فاتح وأشبه بالمَيّة اللي أنا شربتها. إمم. هنا يبقى أنا جهازي العصبي خد ما يكفيه من السوائل. رقم 2 ممارسة الرياضة الخفيفة يوميًا إمم. لفترة لا تقل عن 30 ل45 دقيقة يوميًا من الرياضة الخفيفة. وأحسن رياضة خفيفة بتساعد الجهاز العصبي هي المشي. اللي هي فلو أبسط رياضة يعني. متاح إيه؟ أبسط رياضة. أبسط وأرخص وأسهل رياضة في الدنيا، بالضبط. المشي 30 ل45 دقيقة يوميًا. بس أهم حاجة كلمة يوميًا، إمم. بيفرز مواد كيميائية داخل الجسم عكس مادة الأدرينالين، المواد العكس اللي هي بتعمل طمأنينة وتقلل استجابة الجهاز العصبي. إمم. رقم 3 الصحبة الاجتماعية، كلما كان الإنسان محاط بمعارف أو أصدقاء أو زملاء بيقدر يتكلم معاهم على راحته ويفضفض، زي زمان كده لما كانت الناس تقعد في القهوة بعد الشغل أو أسر بتقعد في البلكونة يشربوا شاي. ده إمم. في حد ذاته بيدّي وقاية، ده بيفرز هرمون داخل الجهاز العصبي اسمه أوكسيتوسين. هذا الهرمون بيدّي نوع من الطمأنينة والصلة الجيدة مع الآخرين، فقدرتي على تحمُّل الضغوط بتزيد. إمم. بعد ما أعمل كل ده نبتدي بقى نعلّم الناس تمارين الاسترخاء، من أهمها تمرينات التنفس السليم، ودي بيتهيأ لي حاجة سهل جدًا إن الواحد إزاي يتعلّم ياخد نَفَس عميق من مناخيره، يكتمه أو يحبسه كده لمدة 3، 4 ثواني، وبعدين يخرّجه من بُقّه بطريقة خفيفة. ده حاجة بتساعد الإنسان على الاسترخاء وعلى حتى مواجهة الضغوط بعد كده. آخر حاجة خالص بقى إن إحنا نلجأ لإيه، أدوية تساعد جهازنا العصبي. والله يا دكتور كلّها يعني نصائح بسيطة جدًا، واللي هي كنا إحنا المفروض بنعملها طبيعي، بس حاليًا فعلًا الناس وقفتها، وعلشان كده فعلًا الpanic والقلق والناس بقت طول الوقت stress ومضغوطة. ده حقيقة يا فندم، بس ده هل حقيقة. فعلًا نقص الvitamins أو زي مثلًا فيتامين د أو B12 أو فعلًا الأكل اللي إحنا بناكله أو طريقة الأكل اللي إحنا بناكله بيأثّر على حالتنا النفسية؟ زي ما إحنا قُلنا بالضبط، إحنا عندنا جهاز عصبي، هذا الجهاز محتاج يكون صلب ومَرِن وقادر على مواجهة الضغوط. صحيح. أحد الحاجات اللي بتخلّي جهازنا العصبي يشتغل بطريقة كويسة وبطريقة طبيعية، إن إحنا نكون أكلين وأكل صحّي والفيتامينات عندنا كاملة في جسمنا. إمم. لكن في حكاية إن فيتامين د بقى مُتّهَم في كل الأمراض دلوقتي في الطب، دي أيوه. فيها نوع من المبالغة شوية.
ولكن بالتاكيد احنا عارفين المقوله القديمه: العقل السليم في الجسم السليم. كل ما حالتي الصحيه جيده وما عنديش نقص في اي مواد، كل ما جهازي العصبي بالنتيجه هيكون شغال كويس. يعني فعلًا الأكل بيأثّر على صحتنا النفسية. ده حقيقي، ده حقيقه الحقيقه. دلوقتي طبعًا إحنا داخلين على بداية سَنة دراسية جديدة، كل سَنة وحضرتك طيب. بيبقى يعني موسم الstress في كل البيوت. كل البيوت حتى الصغيّرين والكبار، يعني الأطفال الصغيّرة مسترِسّة بسبب الhomework الصحيان بدري وهكذا، والأهالي كمان مسترِسّة والوضع كُلّه مضغوط. الولاد حتى كمان لمّا بيبتدوا يرجعوا بنلاقي الذاكرة والتركيز والانتباه يعني في مستويات قليلة جدًا، وبيعانوا معاناة شديدة جدًا عشان يرجعوا تاني يشغّلوا العضلة دي من جديد. ده حقيقي. إيه اللي بيساعدهم أو إيه النصايح اللي حضرتك تشوفها إن تساعد الأطفال إن هم يقدروا يسترجعوا تاني أو يقدروا يخزّنوا تاني أو يقدروا يساعدوا نَفْسهم إن هم يبقى عندهم انتباه وتركيز أعلى؟ دي سؤال مهم جدا، وسؤال فعلا يشكل تحدي لاسر كتير. اول حاجه هنقولها لاسرنا المصريه: ما تنسوش ان ولادنا حالتهم النفسيه مرآة لحالتنا احنا النفسيه. يعني في إمم. السن الصغير ده الحاله النفسيه للطفل هي الحقيقه انعكاس للحاله النفسيه بتاعه الاهل. يعني ايه؟ صحيح. لو احنا متوترين هو هيرى الحياه بعيوننا، يبقى الدنيا فيها حاجه توتر فعلا فهيخاف زينا. إمم. لو لقانا احنا واخدين الامور ببساطه وبهدوء، هو نفسه مش هيتخض من هذه الامور. إمم. دي اول نصيحه. إمم. تاني نصيحه ان احنا نتقبل كلنا ان النقله من الاجازه لدخول المدرسه هي فتره مش سهله، صحيح. وبتاخد اسابيع عبال ما جهازنا العصبي يتعود على النظام الجديد او ان احنا ابتدينا مدرسه من اول وجديد. إمم. إحنا ما نتوتّرش، ونبقى عارفين إن الحاجة هتاخد وقت، وهتاخد واحدة، واحدة لغاية ما نوصل لكده. طَب إزاي نساعد ولادنا على إن إحنا نعدّي الفترة دي بسلام وبدون أي خسائر؟ إمم. رقم 1 الاستعداد الجيد. بمعنى إيه؟ إن إحنا المفروض طبعًا قبل ما كنا ندخل المدارس، نبتدي في الأسبوع أو الأسبوعين اللي قبل المدرسة، لأ نبتدي نضبّط مواعيد نومنا شوية. إحنا عارفين في الصيف دلوقتي في كده إيه، زي بيسموها trend، إن الأطفال يفضلوا سهرانين طول الليل ويناموا طول النهار. ده حقيقي. النقلة بقى إن أنا لأ، ده أنا مضطر أنام بالليل وأصحى بالنهار عشان أروح المدرسة، دي نقلة مش سهلة على الجهاز العصبي. طبعًا. ما إحنا بقى لي شهور بانعيش بطريقة تانية، إمم. فلازم نعملها تدريجيًا. كلما بدأنا هذا التدريج مبكرًا، كلما كان أسهل على الطفل وعلى جهازه العصبي. ما عملناش كده يبقى إحنا متقبلين إن أول أسبوعين 3 هيبقى في تحدي في النوم، هيبقى في تحدي في الصحيان الصبح. رقم 2 لازم الولد أو البنت يبقى في جدول واضح ليومهم. يعني ما إمم. بقاش متوقع إنه ده هيروح المدرسة ويرجع يذاكر من نفسه، لأ، هو بقى له شهور ما بيعملش الكلام ده، فلازم أنا أعمل له جدول، والجدول ده بيبقى الاتفاق مع بعض. رقم 3 ودي نقطة بقى مهمة جدًا: حين نتحدث عن المدرسة قدّام الولاد أو مع الولاد، ما نتكلمش عليها على إنها تحدي ولا على إنها مشكلة، هنعمل إيه في المذاكرة، نتكلم على إنها هتبقى حاجة إيجابية. كلنا دي عارفين نقطة مهمة المدرسة جدًا. بالضبط، آه. الإيجابية اللي هي في إيه، هنقابل أصحابنا تاني، هنروح نلعب في فريق الكورة بتاع المدرسة تاني، هنطلع رحلات تاني، يعني هو ناخد للأسف الجانب الأمهات بقت اللذيذ اللي في بتتكلم المدرسة. على المدرسة بشكل سلبي جدًا. غلط، ما ده غلط، آه. غلط. آه. كلما كان كلامنا إيجابي عن المدرسة، كلما ولادنا خدوا الموضوع على إنه تجربة إيجابية وليست تجربة سلبية. فعلًا. طول ما إحنا بنتكلم عليها بطريقة سلبية، طب هم كمان هيبقوا مضغوطين ويتكلموا عليها بطريقة سلبية. صحيح. آخر حاجة بقى التدرج في ما يطلق عليها الواجبات والمذاكرة. ما إمم. فيش حد هيتقلب 180 درجة في يوم وليلة، فنتقبل إن أول أسبوعين 3 إحنا لسه بنعمل إيه، بنتدرج. بنتدرج، فما فيش داعي إيه نقعد نضغط على ولادنا. صحيح. هو أحيانًا فعلًا الضغوط بتكون الأمهات بتيجي في العيادة تقول أنا عندي قلق جدًا وعندي القلق، stress فظيع بالضبط. بسبب إن أنا ابني داخل grade 4. مش عارفة هاعمل إيه في الأزمة الفظيعة دي، فإحنا اللي عملناها أزمات. إحنا بقينا بنبالغ في الأزمة، بقى صحيح. يبان علينا فولادنا بيتوتروا مننا. هم مرآة لينا فعلًا زي ما بالضبط يا حضرتك فندم، قُلت. بالضبط يا فندم. كمان إحنا من ضمن الحاجات اللي إحنا داخلين عليها برضه هو فصل الشتا، تمام. وبيكون في الاكتئاب الموسمي. إيه الفرق بين الاكتئاب الموسمي والاكتئاب العادي؟ وإيه هو الاكتئاب الموسمي آه. ده أصلًا؟ رقم 1 ومن رحمة ربنا على مصر، إمم. مصر ما فيهاش اكتئاب موسمي. الحمد ما لله، يُطلق ده عليه خبر رائع. اضطراب الاكتئاب الموسمي ده، ده في البلاد اللي الشمس بتختفي فيها. آه. يعني اللي هو بيسموها القطب، اللي هو البلاد اللي جنب القطب الشمالي أو القطب الجنوبي، زي دول إسكندنافيا والحاجات دي، اللي هم في فصل الشتاء الشمس بتختفي أو بتقل يعني ساعات ظهورها إلى نُص ساعة، ساعة بالكتير. إمم. مصر محمية من الكلام ده. مصر الشمس إن لم تكن بتسطع يوميًا فهي بتسطع معظم أيام الأسبوع، وبالعكس ده إحنا ساعات بنشتكي من الشمس، ده إحنا مسميين الواقي من المطر شمسية. في العالم صحيح. كله ما اسموش كده، لأن إمم. في العالم كله بيتمنوا الشمس، إحنا إمم. الوحيدين اللي بنستخدم هذه المظلة وكأنها حماية من الشمس. إمم. الشمس هي الحامي الحقيقي مما يطلق عليه الاكتئاب الموسمي أو الاكتئاب الشتوي.
فحتى لو في بعض الناس مزاجهم بيعتل في فصل الشتاء او اكتئابهم بيظهر في فصل الشتاء، طبعا ده مش اكتئاب موسمي لان ده حاجه تانية، التعرض لاشعه الشمس لفترات كافيه ده وقايه وعلاج لهذا المرض. يعني بس مجرد إن هو يقعد في الشمس ويشوف الشمس ده هيفرق جدًا في حالته لا لا النفسية. لا لا، احنا بنتكلم على 60 70% من التحسن، ها، آه. الا بقى ده لو رقم عنده يعني انواع اخرى بقى، مش هندخل في تفاصيل انواع الاكتئاب يعني. الحاجه التانية ودي مهمه جدا، زي ما احنا شجعنا اولادنا على دخول المدارس ان احنا قلنا حاجه بالتدرج ونلعب رياضه ونتحرك والنشاط، النشاط عدو الاكتئاب. إمم. كلما كنت نشطا في فصل الشتاء، معظم الناس في فصل الشتاء يبتدوا ايه، يقول لك هتغطى باللحاف او هكن في بالضبط. البيت. ده اللي احنا عايزين عكسه، ان احنا نبقى نشيطين اجتماعيا وجسديا. الناس يا دكتور اليومين دول بقت ما عندهاش طاقة، بقت كلّه بيقول لك أنا مفرهد، يعني كلّه عايز ياخد موبايله، يقعد على سريره، ويقعد يقلِّب في السوشيال ميديا، وبعدين يقول لك أنا مكتئب، أنا حزين، أنا مش عايز أعمل حاجة. ده عكس تماما ما ننصح به البشريه. في بحث جميل اتعمل في جامعه هارفارد، ماذا يجعل الانسان سعيدا، وتتبعوا مجموعه من البشر لمده 30 سنه، وشافوا لما كبروا في السن انهي مجموعه كانت سعيده. إمم. تيجي حضرتك، من كان سعيدا؟ هل هم الناجحين في العمل؟ هل هم الاغنياء؟ طبعا كل ده بيزود السعاده طبعا، انا عشان ما نفيش، لكن اكتر عامل خلى الناس اكثر سعاده هو ايه؟ الحياه النشطه اجتماعيا وجسديا ونفسيا. اللي هي إحنا بقينا أبعد ما يكون عنها. النموذج المصري الحقيقي هو نجيب محفوظ. نجيب محفوظ حتى يعني كان حاجه و90 على قد ما انا فاكر يعني، كان رجلا ناشط اجتماعيا وناشط جسديا، بيتمشى يوميا، بيخرج مع اصحابه يوميا، بيتكلم يوميا، حتى كان بيكتب حاجه اسمها افكار النقاهه لو حد متذكر ده. أيوه. هذه الوصفه هي التي تجعل الانسان يقاوم الاكتئاب والتوتر ويكون صلب نفسيا وسعيد نفسيا بعد كده. يعني حضرتك تقصد إن الحركة والعلاقات الاجتماعية دي كمان. الاثنين، ليست الحركه فقط ولا العلاقات الاجتماعيه فقط، الاثنين. عايزة أقول لحضرتك برضه إن دلوقتي إن العلاقات الاجتماعية بقت سبب من أسباب الاكتئاب والقلق وكل المشاعر السلبية والاضطرابات النفسية اللي بتبقى موجودة. العلاقات الاجتماعية بقى فيها مشكلة كبيرة. ازاي؟ يعني مؤخرًا كمان انتشر أوي أو بدأ يظهر بشكل أكبر وملحوظ في العيادات فكرة التعلُّق المرضي. إحنا ما عادش عندنا تعلُّق آمن بشكل كبير أو بدأ يظهر بشكل أكبر، الناس لا إما تبقى متعلقة جدًا، لا إما منسحبة جدًا، وفكرة التعلُّق المرضي دي بتعمل أزمة كبيرة في النفوس. إيه سبب التعلُّق المرضي وإزاي لو في أسرة عندها حد متعلق مرضيًا تتعامل مع هذه الحالة؟ احنا عارفين المبدأ الإسلامي أو المبدأ الإنساني كمان، إمم. الوسط هو خير شيء، لا الزيادة ولا النقص هي الصح، يعني لا التعلق المرضي حلو ولا اللا تعلق حلو، كويس والّا لأ؟ دايمًا صحيح. تبقى الحاجة وسط. متوازنة ووسطية. إيه إمم. اللي بيخلّي إنسان يبقى عنده تعلق مرضي؟ غالبًا إن هو وهو في الطفولة لم يكوّن ما يطلق عليه التعلق الآمن أو التعلق العاطفي الطبيعي، ما خدش إشباعه من العلاقة الأولانية ما بينه وما بين المحيطين بيه. طبعًا أهم شخص هو الأم في تلك الفترة، ولكن إمم. حتى لو الأم غائبة، فين الأب، فين الجد، فين الجدة؟ يجب أن يشعر الإنسان وهو طفل صغير أنه مقبول بغض النظر عن أي شيء. قبول اللا شرطي لأطفالنا ده شيء يعني مش عاوز أقول مدى أهميته. يعني إيه قبول لا شرطي؟ أنت ابني أو بنتي وباحبك مهما حصل. إمم. أنت لست محتاج إنك تثبت لي إنك كويس، أنت مش محتاج تثبت لي إنك تستحق الحب. الحب غير المشروط. صحيح. كل ده مديناه لولادنا، كل ما بقى عندهم حاجة اسمها الأمان النفسي في العلاقات. إمم. لكن اللي اتحرم من كده أو اتدلع بزيادة بيطلع على طول إيه؟ محتاج حد يعتمد عليه، إمم. محتاج أبقى في حد في حياتي، وهذا هذا الحد حتى لو سام بالنسبة لي، حتى لو بيضرني، لكن مجرد وجوده إنه لا زال على تواصل معايا، ده بيدّيني نوع من الطمأنينة. طبعًا ده من أشد الأشياء خطرًا، إمم. إن أنا ممكن أصل بيّا الأمور إن أنا أعمل أشياء لا أقبلها عشان فقط هذا الشخص يفضل إيه، يفضل معايا في جنبي. الحياة. صحيح. فطبعًا ده شيء خطر جدًا، عشان كده إحنا بنشجّع من الأول الوقاية من الوصول إلى تلك المرحلة عن طريق تقديم العواطف والمشاعر الصادقة لولادنا، عشان صحيح. يطلعوا عندهم إحساس إن هم آمنين ومش محتاجين لحد. يعني حضرتك تقصد تقول إن أحيانًا الأسرة بيكون ليها دور، طبعًا، ودور مهم طبعًا، جدًا في طبعًا. خلق الاضطرابات النفسية. ده حقيقة، ده يعني الاضطراب حقيقة. النفسي الأسرة ممكن تبقى ليها دور في بدايته. الأسرة هي الشيء المكون الأساسي اللي بيخلق ما نطلق عليها نفسية الأطفال. إمم. طول ما الأسرة متضامنة مع بعض وبتعمل مشاعر نطلق عليها مشاعر إيجابية أو مشاعر صادقة،
تجعل الطفل أو الطفلة يتقبلوا نفسهم وتكون صورتهم عن نفسهم صورة إيجابية، كل ما ده كان وقاية من ولادنا بعد كده إن يحصل لهم أي حاجة. لو حصل العكس فأنا باخليهم عرضة أن يصابوا بعد ذلك بالإيه؟ بأي اضطراب نفسي أو اضطراب عقلي. صحيح. طب حضرتك بتشوف إن بداية الاضطراب النفسي ده بيظهر إزاي؟ وإيه المؤشرات أو الalarm كده اللي أنا آخد بالي منها كأم مثلًا، لو حد من أولادي بدأ يعمل تصرفات معينة، فأنا ابتدي كده آخد بالي إن دي مؤشر إنه في بداية اضطراب؟ كلمة السر التغير. إمم. كل واحد فينا ليه نمط في حياته إمم. وليه ولاده ليهم نمط معين في الحياة. لو النمط ده بدأ يتغير بطريقة مستمرة وسلبية، لا أنا هنا ابتدي لازم إيه، في كده بنسميها جرس هيرن في دماغي. يعني إيه؟ ابني طول عمره بينام الساعة 10، إمم. لقيته في الفترة الأخيرة لا بقى ينام الساعة 2 بالليل وباستمرار، إمم. لا هنا لازم أبقى إيه، أخد بالي، انتبه. في جرس إنذار. إمم. ابني طول عمره بياكل كويس، مرة واحدة ابتدى أكله يقل. إمم. ابني طول عمره بيقعد يجي يصبح عليا يقول لي صباح الخير، بقالنا اسبوعين بطل يقول لي صباح الخير. هذا التغير بيثير جرس انذار يجعلنا ناخد بالنا من ولادنا. إمم. ايه بقى العلامات الاكثر خطوره من اللي انا قلته؟ ابني دلوقتي بقى عصبي على طول، ابني دلوقتي بقى بيبكي بالدموع على طول، او بنتي دلوقتي بقت على طول خايفه، بنتي دلوقتي بقت على طول شايفه ان في حاجه غلط في الحياه. أي حاجة تغيُّر في طبيعة ابننا أو بنتنا مستمر وهذا التغيُّر سلبي، لأ، أنا هنا لازم بجد آخُد بالي إيه اللي بيحصل. إمم. فدي البداية. إيه الأعراض بقى اللي إحنا نخاف منها جدًا؟ الانعزالية. كل ما لقيت ابني أو بنتي بقوا منعزلين بزيادة، كل ما لازم آخُد بالي جدًا. أو إن أنا أبتدي أقول أفكار سلبية، نظرتي للحياة يبقى فيها نوع من السواد أو نوع من التشاؤم. إمم. إن أنا أبتدي أتكلم عن الموت كتير، إن أنا أبتدي أتكلم على إن في ناس بتأذي نفسها، أو طبعًا ده يبقى حاجة خطر جدًا إن أنا أشوف علامات إن ابني أو بنتي بيعوروا نفسهم. إمم. دي علامات في غاية الخطورة، وما فيش بقى انتظار، مش هاقعد أراقب ابني بقى، لا ده أنا لازم آخد ابني أو بنتي لمتخصص في أسرع وقت يعني. في العلامات دي لازم أبتدي دي بصراحة أتوجه دي إحنا لها. بنسميها خطوط حمراء يعني. لكن في معظم البيوت الأهالي دلوقتي بتشتكي إن بنتي بقت عصبية جدًا، بنتي بقت بتزعق طول الوقت، بنتي مش عارفة تmanage الغضب. هل كل بنت عصبية نبتدي نروح لأ، هل هي طول عمرها عصبية والّا حصل تغيير؟ هو ده سؤالي بقى. آه، عشان كده قُلنا كلمة السر هي إيه؟ ما التغيير. في ناس ربنا خالقهم أكثر عصبية وأكثر تفاعلًا إمم. وردود أفعالهم مُبالغ فيها. بالضبط. إمتى أقلق؟ لو ده عمل تغيُّر، أو لو هذا عدم التحكُّم في الانفعال أو هذه ما يُطلق عليها عصبية بتعمل لبنتي مشاكل في حياتها. إمم. فأنا هنا محتاج أعلّمها مهارات عشان تقدر تتعامل مع الحياة. إمم. دي أنا ممكن أعلّمها لها أنا كأم أو أب. إمم. لو عجزت أبقى أروح لحد يعلّمها هذه المهارات. إمم. لكن اللي يخوّف إنها ما كانتش كده وبقت كده، أيوه. دي بقى اللي فعلًا تخوّف. إمم. في ناس مثلًا بتيجي تقول لك أنا بنتي شخصية حساسة، فشخصية حساسة دي كأنها شماعة بنحط عليها كل الأخطاء اللي ممكن تحصل. إمتى أفرّق بين إن هي فعلًا شخصية حساسة والّا هي بادئة تدخل في اضطراب نفسي؟ كويس. وإيه الفرق هو بينهم؟ الشخصية الحساسة ليه بتعمل مشاكل أصلًا؟ بالعكس الشخصية ما يطلق عليها الشخصية الحساسة دي، اللي إحنا بنسميها الجهاز العصبي بتاعهم حساس بزيادة، إمم. دول ناس بيعانون في صمت، كويس والّا لأ؟ إمم. فدول بالعكس عمر ما بيبقى إيه، باعلّي عليهم مشاكل. الشخصية الحساسة اللي هو كلمة بتأثّر فيها، نظرة بتعمل شديدة فيها. الانفعال. لأ، شديد حساسة. الانفعال ده مش حساسة بقى، شديد الانفعال دي عندها مشكلة في التحكم في انفعالاتها. يعني بتبكي على طول من أول كلمة، دي حساسة بنقول عليها لأ، حساسة. الحساس يتألم، آه. ولكن التعبير الزيادة عن هذا الألم زي ما حضرتك بتقولي كده، أيوه. لأ، ده في مشكلة في التحكم أو في إدارة المشاعر. إمم. أنا عاوز أوصّل للاتنين دول بس. آه. لكن كلمة حساسة إن أنا باشعر داخليًا بالألم، إمم. بس ما بيظهرش عليَّ، بالعكس دول أكتر ناس بيعانوا في صمت يعني. بي بي لكن ما يطلق عليها حساسة في الواضح إن ده في عامة الكلام، لأ، إمم. إحنا بنسميهم عندهم مشكلة في إدارة مشاعرهم. بالضبط. فعشان كده رد فعلهم مبالغ فيه جدًا ده أو حقيقي. بزيادة جدًا. آه. لأ، دول لازم يتعلموا هذه المهارة، وكلما ابتديناها بدري كلما كانوا أفضل. إمم. يعني في أمل يا دكتور إن في حاجة اسمها إدارة طبعًا. المشاعر دي الناس كأنها بتسمعها فبتتخيل إنها ضرب من ضروب الخيال أو السحر. خالص. يعني إيه أبقى أنا متعصبة وتطلبي مني وأنا متعصبة ما معليش صوتي، طبعًا. يعني إيه أبقى متضايقة وما أتقهرش وأقعد أعيط صح. واشكي وابكي والِم هاسأل الناس. حضرتك سؤال، اتفضل. هو أي بيبي أول ما يتولد عنده إيه؟ مبالغة في إظهار المشاعر، صحيح. بيصرخ يب وبيعيط. إمم. ليه كل ما بيكبر ده بيقل؟ عشان بيقدر بيتعلم يتحكم. إدارة المشاعر. إمم.
إذًا هي مهارة مكتسبة، صحيح. وكل ما ابتديتها بدري ومارستها كتير كل ما أتقنتها أكتر. إمم. هل أنا ممكن أتعلم أي شيء في أي سن؟ آه. إحنا زمان كنا بنقول كل ما الواحد يكبر بيبقى صعب التعلم، ده مش حقيقي. إمم. إحنا عندنا دراسات بتؤكد إن الواحد ممكن يتعلم لغة تانية، ممكن يتعلم يسوق، ممكن يتعلم يرسم، ممكن يتعلم يلعب موسيقى في أي سن. إدارة المشاعر هي مهارة بيتم تعلمها زي أي شيء آخر. إمم. المهم إن أنا أبتدي، إمم. وإن أنا أستمر. ده كلام مبشر ورائع طبعًا، إن ده هي حقيقة، الفكرة إن ده إحنا حقيقة. نبتدي حتى في أي سن، في أي سن. يعني ما أي سن، حد كبير adult، أب، أطفال، أيًا كان، أنا أقدر أعمل أعلّم حتى الطفل الصغير إدارة المشاعر. طبعًا. وهو على فكرة هو عامةً بيتعلمها لوحده وهو بيكبر يعني. بيتعلمها بالنمذجة، بس لو الأب والأم عصبيين، بيتعلم العصبية. هيضطر طبعًا هيطلع زيهم، بس هنا بنقول بقى دور المدرسة ودور المجتمع ودور النادي ودور مركز الشباب إنه يتعلم من ناس تانية، بالضبط. ولكن طبعًا الوالدين هم أكتر وسيط بيوصّل للطفل المهارات كلها. صحيح. بيقولوا يا دكتور إن السيدات أكثر عُرضة للاضطرابات النفسية، وهُم الحقيقة هُم فعلًا أكتر بيترددوا على العيادات النفسية أكتر، وهُم اللي بيروحوا بيطلبوا مساعدات أكتر، فهل فعلًا هُم أكثر عُرضة الاضطرابات النفسية من الرجالة؟ هم أكثر عُرضة للاضطرابات النفسية التي لها علاقة بالمشاعر، إمم. وليس الاضطرابات النفسية عامةً. يعني مثلًا مرض الفصام هو ال زي الرجالة بالضبط، ما فيش حد إمم. أذِن لحد، إمم. لكن مرض الاكتئاب أو مرض القلق هم أكثر عُرضة ليه، ودي حاجة على فكرة من رحمة ربنا، إمم. هي ضريبة بيدفعوها على ميزة ربنا مديها لهم. إيه بقى؟ ربنا مديهم قدرة على الإحساس بالآخر وعلى الإحساس بالمشاعر أكتر من الرجالة، عشان يقدروا يربوا ولادهم، عشان يتعاطفوا مع الإنسان الضعيف، مع الكائن الضعيف اللي لسه مولود. صحيح. ولكن في المقابل طبعًا التمن اللي هيدفعوه إن هم برضه أكثر هُم تأثُّرًا بأي محتاجين شيء حد سلبي في يحس الحياة. بيهم هُم بالضبط كمان. يا فندم. فده اللي ده بيخلّيهم السبب فعلًا الحقيقي، ده السبب يكونوا الحقيقي. أكثر عُرضة، يعني هُم فعلًا أكثر عُرضة الاكتئاب لل معدّله في السيدات 3 مرات قد الرجالة. إمم. اضطراب الهلع اللي اتكلمنا عليه في أول التسجيل برضه أكثر انتشارًا في السيدات. واضطرابات ففعلًا المزاج عامةً. ده حقيقة، ما إمم. عدا الاضطرابات الجامدة، يعني مثلًا اضطراب ثنائي القطب لأ، معدل انتشاره في الرجالة والستات زي بعض، إمم. زي ما إحنا قُلنا، لكن الاكتئاب، القلق، التوتر، الكلام ده كله أكتر في السيدات. صحيح. في نهاية الحلقة يعني استمتعنا جدًا بالحوار الرائع. كويس يا فندم. عاوزين من حضرتك 3 نصايح كده للأسرة، للأفراد اللي في الأسرة، للسيدة طبعًا، لإن المرأة هي اللي ده حقيقة. يعني بتأخذ الرصيد الأكبر من الاضطرابات اللي فيها مشاعر، وأكتر وكمان من الأطفال. العبء في تحمُّل مسؤولية الأسرة بصراحة. إمم. صحيح، هي فعلًا زي ما بيقولوا عمود الخيمة، ده حقيقة. هي ده حقيقة. بتظل عمود الخيمة، وبتبقى دايمًا عايزة صيانة يعني. ده حقيقة. ده فعاوزين حقيقة. 3 نصايح من حضرتك كده نحاول نساعد بيها السيدات لتحمُّل الضغوط، وخاصةً إن إحنا نقدر نقول إحنا داخلين على season الضغوط بقى. تمام. أول حاجة عشان أقدر أعمل دوري كعمود للأسرة زي ما حضرتك قُلتِ أو كراعي لهذه الأسرة، لازم بدايةً آخُد بالي من نَفْسي، آخُد بالي من نَفْسي صحيًا، آخُد بالي من نَفْسي نفسيًا، آخُد بالي من نَفْسي اجتماعيًا. يعني إيه؟ يعني أنا كسيدة لازم الأول أنظّم حياتي وأقدر ألعب رياضة وأشرب مَيّة زي ما قُلنا، ويبقى حياتي فيها جانب اجتماعي جيد وجانب تواصل مع الآخرين جيد، عشان أقدر أقوم بمهامي. فإذًا أول حاجة على كل سيدة أن تحافظ على نفسها كي تستطيع الحفاظ على أسرتها. صحيح. بالنسبة للأسرة، النصيحة الذهبية يكون هناك قنوات تواصل بين جميع أفراد الأسرة، كلنا بنسمع بعض بطريقة ما فيهاش أحكام، بطريقة ما فيهاش لوم، بطريقة ما فيهاش بنسميها نقد للآخر، بنقدر نتكلم مع بعض براحتنا. فكرة إن ابني وبنتي يبقى عندهم إحساس إنهم يستطيعوا أن يعبّروا عن نفسهم معايا ومش هيلاقوا رفض ولا حُكم عليهم ولا انتقاد ليهم، ده بيخلّيني دايمًا رقم 1 عارفة إيه اللي بيحصل حواليّا، رقم 2 الحالة النفسية للأسرة بتبقى جيدة، رقم 3 باقدر بعد كده أتواصل معاهم وأدّيهم النصايح اللي أنا عاوزاها من غير أي تحدّي أو عِند من الأولاد. آخر حاجة، ولادنا هم انعكاس لحالتنا النفسية، كلما إحنا كنا كويسين كلما هم كانوا كويسين، كلما إحنا شايفينهم بطريقة إيجابية كلما هم شافوا نفسهم بطريقة إيجابية. صحيح، هي الحقيقة يا دكتور نصائح غالية وجميلة، وزي ما تكون كده، زي ما بنقول السهل الممتنع، يعني هي حاجات فعلًا بسيطة، بس إحنا غفلنا عنها
تعبنا وعانينا من آثارها السلبية ده علينا. حقيقي. في نهاية حلقتنا باشكر بكل التقدير والامتنان الأستاذ الدكتور هشام رامي على حضوره الراقي وكلامه اللي لمس قلوبنا وعقولنا. حلقة غنية فيها علم وخبرة وإنسانية. لو عجبتك الحلقة ما تبخلش أبدا بمشاركتها مع اللي يهمك أمرهم، يمكن تكون سبب في وعي أو تغيير أو بداية تعافي. دي كانت يوميات نفسية معكم ولاء محمد، أشوفكم في حلقة جديدة قريبة إن شاء الله.